من هو الخاسر؟ لو سألنا الناس عن الخاسر كالصيغة التي سأل بها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: أتدرون ما المفلس؟ فأجابوه: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فصحح لهم هذا الفهم بقوله: المفلس في الأمة من يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. والآن عندما نسأل من هو الخاسر يجيبك الناس بأن الخاسر هو من لا يربح في التجارة، أو من انكسرت تجارته، أو من احترق محله وما إلى ذلك. لكن التصويب الإسلامي لهذا الأمر حيث تحدث الله عز وجل عن الخاسرين في كتابه فيما يقرب من 60 موضعا في الكتاب العظيم. ولهذا سنعيش مع بعض هذه المواضع القرآنية التي نحتاج إليها، وخاصة في هذه الأيام التي كثر فيها الفسق والخروج على أمر الله عز وجل. ونبدأ بما ورد في الموضع الأول من سورة البقرة عندما ضرب الله مثلا بالطاعون فقال: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فمن هو الخاسر؟ هل ذكرت هذه الآية أن الخاسر اللي كان عنده مليون أو مزرعة أو بيت فاحترق وتلاشى وانتهى؟ أبدا. الخاسر هنا الذي ينقض عهد الله. وما أكثر العهود التي يعطيها الإنسان للناس، وما أكثر العهود كعهد الزواج وغيره من العقود، وكثير من العهود التي يعاهد فيها الإنسان ربه، كقول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ وبالتالي كم من إنسان طلب من الله أن يعطيه وعاهد الله إن أعطاه أن يعطي المساكين والفقراء، فلما أعطاه الله استعمل المال في المعاصي والموبقات وبخل به ونقض عهد الله مع نفسه. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فكم من إنسان الآن لم يصل أرحامه منذ مدة طويلة؟ كم من إنسان يدخل على أرحامه ويستخسر أن يأخذ معه بيده هدية ب5 دنانير أو 10 دنانير، يأتي من الخليج وبأموال كثيرة فيدخل إلى بيوت أرحامه دون أن يكون معه شيء. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تهادوا تحابوا. شو اللي بيسوي المحبة؟ أن تكون بين المسلمين هدية، والهدية رسالة لتقريب القلوب. فمن أكرمك وأعطاك شيئا فإنه يأسر قلبك، ولا بد أن تكون مدينا له، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وبالتالي أقل شيء في عمل المعروف أن
تلقاه في الشارع فتبتسم في وجهه، لكنك كم تلقى وتلقى من عشرات الاشخاص وهم بوجه متقطب عبوس حتى الابتسام يبخل بها، وبالتالي يقطعون ما امر الله به ان يوصل. فكم من انسان لا يصل الارحام، وكم من انسان يقطع الارحام لانه لا يريد ان يعطي شيئا مما اعطاه الله اياه. ومن الناس الخاسرين ايضا الذين يفسدون في الارض. هذه الآية اشتملت على هؤلاء الثلاثة الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. اولئك هم الخاسرون.